مهما طال غياب الملك يظل دائما مكانه محجوز. رحلة البحث عن اللقب ال44 في تاريخ النادي الأهلي تصبح قاب قوسين أو أدنى من القلعة الحمراء. النادي الأهلي بينتصر انتصار مثير على النادي المصري بهدف أكتر من رائع لوسام أبو علي وأسيست خيالي من الخيالي رضا سليم. النادي الأهلي بيعتلي صدارة الدوري الممتاز ب 69 نقطة، بيبعد عن نادي بيراميدز بفارق الأهداف، وبيخرج من اللقاء بشباك نظيفة كده. بس لا، عندك 16 انتصار في الدوري الممتاز متتالي. النادي الأهلي أقوى خط هجوم ب 59 هدف، أعلى تحقيق الانتصار داخل الدوري الممتاز ب 22 انتصار. لو عايز تضحك بقى تعالى اضحكك في لقاء نادي الزمالك ونادي بيراميدز. اللقاء انتهى 1-1 وده اللي عادي ما فيهوش مشكله. اللي مش عادي ايه بقى؟ هو هتاف جمهور نادي الزمالك وبقوه ما بين شوطي اللقاء. تعالى يا شيبي راجل يا شيبي، اللي احنا عارفينه ان احنا خليناكم تشجعوا مؤسسات او انديه ضد النادي الاهلي او اخصام للنادي الاهلي، لكن فكره تطوروا من نفسكم وتبروه تتحولوا له برو ماكس وتشجعوا افراد او لعيبه، ده اللي غريب علينا وجديد. مبروك عليكم التطور يا غريمي انت ومشجعينك. اما بقى عن اللقطه الثانيه، هي الاعلامي استاذ عمرو الدرديري اللي دايما بيلقح على النادي الاهلي وبيقول كلام غريب على مواقع التواصل الاجتماعي. لقح المره دي على وسام ابو علي وعايز يحسد وسام، قال له كمان بتجيب جون بوضع السمكه، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني ما بتتهدش، كل اعوذ برب الناس من عينك يا كابتن عمرو. اللقطه الثالثه اللي معانا بقى خاصه بزوجة تحديدا مروان عطيه نجم وسط دفاع النادي الاهلي اللي انضم للقائمه الخاصه بالنادي الاهلي في لقاء المصري وكسر اجازته. من كتر خنقتها وقعدتها في البيت صورت الشاشه بتاعه اللقاء وهي بتشاهده وقالت كده بمعنى اصح شكرا ليكي يا مصر. اللقطه الثالثه الجميله بقى والاكثر جمالا اللي عملت كده نوع من نوع الجميل كده واللقطه الجميله على مجريات اللقاء هو تحديدا عمر كمال عبد الواحد اللي صلى صلاه العشاء ما بين شوطي لقاء النادي الاهلي والنادي المصري، واللي ده كان خير على النادي الاهلي بانه انتصر في اللقاء. لو جينا بقى اتنقلنا لتصريحات ما بعد اللقاء بالاخص تصريحات كولر اللي وضح وشاور كده وسلط الضوء على البطء القوي جدا في لعيبته داخل مجريات اللقاء امام النادي المصري. كان بطء قوي جدا وفسره بالاجهاد والمجهود ناتج حجم الضغط اللي على اللعيبه من الماتشات المتراكمه وازدحام اللقاءات، وانتقل بعد كده لمرحله ثانيه قال لك انا عندي لقاء صعب جدا بعد 3 ايام. ليه بقى؟ بيلفت الانتباه للاعيبته ان لازم يلتزموا الفتره اللي جايه. اللقاء الصعب ده امام نادي سيراميكا يوم تحديدا 29/2 القادم الساعه 9. نتمنى الانتصار للمارد الاحمر ان شاء الله. لما الصحفي ساله بقى قال له محمد الشناوي كان متالق جدا، قال له انا عندي 2 من افضل الحراس في مصر، محمد الشناوي ومصطفى شوبير، فطبيعي جدا يكونوا متالقين ويكونوا فت ويكونوا في اعلى جوده داخل مجريات اللقاءات. تاني حاجه بقى وثالث حاجه اتسال فيها هو كريم فؤاد. كريم فؤاد مستواه اتطور معاك، وضح وبشده وقال لك الراجل ملتزم واللي بيطلب منه بيعمله، فطبيعي جدا مستواه بيتطور، وانا برضو من اتجاهي او من يمتي هديله كتير الفتره اللي جايه بحيث ان مستواه يتطور ويوصل لاكبر فورمه او يبقى فت بمعنى اصح. لو جينا بقى تحدثنا عن احدث الاخبار المتعلقه بالمارد الاحمر، ابرزها هو خبر متعلق بنجم خط دفاع النادي الاهلي وهو محمد عبد المنعم. ظهرت تقارير اللحظات القليله الماضيه ان محمد عبد المنعم نادي بولونيا الايطالي مهتم بضمه ومهتم بخدماته بمعنى اصح انه يضمه للفريق. طلع بعد كده بقى كولر كسر الكلام ده كله، قال لك محمد عبد المنعم خط احمر بمعنى اصح، محمد عبد المنعم انا عايزه، وتم ابلاغ الاداره وبمعنى اصح الجهاز الاداري وتحديدا مجلس الاداره ان انا عايز محمد عبد المنعم عشان الفريق في كاس العالم 2025، يعني سك على البوك بمعنى اصح في الخبر ده. اما عن الخبر الثاني هو تحديدا لاحمد القندوس. احمد القندوس جاله عرض من نادي السويحلي الليبي، مدير التعاقدات هناك قال لك ان بعتنا عرض للنادي الاهلي لشراء اللعيب او استعاره اللعيب، ولكن ننتظر رد النادي الاهلي. اللي انا عايز اوضحه لهم بقى ان احمد القندوس مش هيوافق بالعرض ده. ليه؟ لان الراجل جاله اكتر من عرض وما وافقش بيه، هو عايز يلعب في فريق يأهله يلعب في منتخب الجزائر لانه كان جاي لعيب دولي عايز يستمر لعيب دولي. الخبر الثالث هو الو ديانج اللي ساب خلاص وغادر معسكر النادي الاهلي والنادي المصري، وغادر خلاص ركب الطياره وراح السعوديه عشان يجري الكشف الطبي، لان النادي الاهلي عمل عده محاولات ان يخليه تحديدا لمباراه سيراميكا القادمه، ولكن نادي الخلود السعودي صرح وبقوه وقال لك انا عايز اللعيب يسافر عشان يلحق بمعسكر الفريق في تركيا. نتمنى ليه التوفيق المرحله القادمه ان شاء الله. طبعا زي ما احنا عارفين بعد انتصار المارد الاحمر على النادي المصري وتعادل نادي بيراميدز مع نادي الزمالك، شكل ترتيب الدوري الممتاز المصري اتغير خالص. ابرزه كده النادي الاهلي تصدر الساحه حاليا دلوقتي وبقى متصدر الدوري الممتاز ب 69 نقطه من 27 لقاء، بيبعد عن نادي بيراميدز بفارق الاهداف. ليه؟ لان نادي بيراميدز في المركز الثاني 69 نقطه ولعب 30 لقاء. اما في المركز الثالث هو نادي المصري لعب 31 لقاء وعنده 52 نقطه. في المركز الرابع نادي مودرن سبورت عنده بالظبط 50 نقطه من 31 لقاء. طب شكل بقى هداف الدوري الممتاز اتغير؟ ايوه اتغير. دخل في الساحه مين بقى؟ وسام ابو علي اللي بقى في المركز الثاني حاليا دلوقتي بعد ما كان في المركز الثالث. مين بقى هداف الدوري الممتاز بالترتيب كده الاول 4 مراكز؟ اولهم هو تحديدا فينسون مايلي نجم نادي بيراميدز ب 14 هدف. المركز الثاني هو وسام ابو علي نجم النادي الاهلي ب 12 هدف. المركز الثالث
الثالث هو حسام اشرف نجم نادي البلديه ب 12 هدف. في المركز الرابع مابالولو عنده 11 هدف نجم نادي الاتحاد السكندري. نتمنى ان شاء الله لوسام ابو علي يكون هداف الدوري الممتاز السنه دي باذن الله. في بدايه الامر لو جينا تحدثنا عن انتصار المارد الاحمر هنجد ان ليه اسباب، 4 اسباب ساعدت المارد الاحمر النهارده انه ينتصر على النادي المصري. اولهم هو الجهاز المعاون لكولر، جهاز على طراز عالي، هم تحديدا بيتلخص في شخصيتين قاعدين بيدونوا ويكتبوا، وثالثهم هو التابلت اللي ظاهر قدامكم ده. هم تحديدا جيمبرلين المدرب العام، وتحديدا كابتن سامي قمصان المدرب المساعد. الاثنين دول عنصرين مهمين جدا لكولر، يعني كولر لو واقف على الخط العين المجرده بتاعته ما شافتش بعض لقطات هم هيسجلوها له عن طريق التابلت ده، وهيقولوا له بعد كده كولر لو في اي حاجه فاتته بيرجع لهم يسجلوا معظم اللحظات دي. لو تلاحظ كده كابتن سامي قمصان بيشاور على بعض لحظات وبعض مقتطفات داخل مجريات اللقاء، بيركز هو جيمبرلين على اللقطات دي، وبيشوف بعض اللعيبه ادائها وتحركاتها. ليه؟ لان انت طبيعي لو مدرب واقف على الخط مش كل اللقطات هتلمحها، لا عندك بقى 2 مساعدين هيقول لك تعالى يا كولر كده، تعالى اقول لك اللي انت ما كتبتوش احنا كاتبينه وهنقوله لك. ده عنصر قوي جدا من العناصر اللي احنا لازم نتكلم عنها ونشيد بادائها. يعني احنا عندنا بمعنى اصح شخص واقف بالعين المجرده على الخط، وشخصين قاعدين على التابلت بيلخصوا له الحدوته كلها. طيب معنى كلامك كده يا عم ابراهيم ان الجهاز المعاون لكولر هو المصدر الرئيسي والاساسي في انتصار النادي الاهلي على النادي المصري؟ احب اقول لك لا، هو عنصر من ضمن العناصر. الجهاز المعاون بيحتل 40% من جزئيه الانتصار، متبقي بقى 60%، هم تحديدا 20% رضا سليم، 20% وسام ابو علي، 20% محمد الشناوي. لو جينا بقى بدانا برضا سليم، رضا سليم المغربي الجميل اللي اول ما جه النادي الاهلي قال لك انا في زين النوادي. فعلا يا رضا انت بتأدي باداء هايل جدا، بس احب اقول لك واحب اوصل رساله لكولر، لاعب رضا سليم في الجنب الشمال شوط كامل بتلعبه في الجنب اليمين ما كانش مثمر وما طلعتش منه نتائج هايله، لكن لما لعب في الجنب الشمال كان عنصر مؤثر جدا داخل مجريات اللقاء. دايما بتلعب عليه، هو اللي بيعمل لك الزياده العدديه في خط الهجوم، لعيب متفجر هايل جدا سريع، فجاه كده بتلاقيه في ال 18 بتاع الخصم. عمل ايه؟ عمل اسيست اكتر من رائع تحديدا لوسام ابو علي، احرز منه الهدف اللي خلص اللقاء. الكره دي جات له صدفه بمعنى اصح او عملها صدفه؟ لا، احب اقول لك ان هو ماتشين من الماتشات القويه خلصوا من النادي الاهلي باسيستين لرضا سليم. ابرزهم الاسيست اللي عمله اول ما نزل في التغييره في ماتش مودرن سبورت، رفع تحديدا لبيرسي تاو، خلص بيرسي تاو الهدف. تاني رفعها في لقاء النهارده اللي هو مع المصري لوسام ابو علي، خلص اللقاء. يعني عنصر فعال جدا ومؤثر. لعب بقى مع النادي الاهلي كام لقاء من ساعه ما جه في الدوري الممتاز؟ لعب 18 لقاء، احرز فيهم بالظبط 4 اهداف وصنع 3 اهداف. قوه متفجره من المغربي، نتمنى ليه ان شاء الله التالق والتفوق المرحله القادمه، وهو صاحب الهدف الاول للنادي الاهلي تحديدا في الدوري الممتاز لو فاكرين في النادي المصري. لو جينا بقى تحدثنا على ثالث عنصر من العناصر المؤثره داخل مجريات اللقاء واللي كانت احد اسباب الانتصار، تحديدا هو بيحتل 20% من اسباب الانتصار، هو تحديدا وسام ابو علي. الهداف الفلسطيني اللي تخطى هداف الفرقه الموسم السابق محمد شريف كان هداف الفرقه في الموسم السابق ب 11 هدف، هو تخطاه الموسم ده في 15 لقاء، احرز 12 هدف، يعني تخطاه بهدف واحد، ولكن فاقل يعني عدد ضئيل جدا من اللقاءات، لان محمد شريف لعب موسم كامل كان هداف الفرقه محمد شريف ب 11 هدف، وسام تخطاه بقى حاليا 12 هدف. وسام ابو علي مع النادي الاهلي احرز 13 هدف في دوري الابطال و12 هدف في الدوري الممتاز المصري في 15 لقاء. وسام ابو علي عمل سيمفونيه جميله جدا في اللقاء المصري، هدف اكتر من رائع، قاعد بيكلل مجهوده، ولقاء بعد لقاء بيثبت انه هداف وهيبقى هداف تاريخي ان شاء الله للنادي الاهلي. الهدف اللي جابه ده بقى بيوضح لنا ايه؟ تشريح جسمه كده عامل زي وضع السمكه بمعنى اصح، شبيه جدا لهدف ميسي في نهائي دوري ابطال اوروبا لما كانوا برشلونه بتلاعب مانشستر يونايتد، لما تشريح جسمه كده مايل، اي نعم الارتطام الكره براس ميسي راحت زي بالونيه في الزاويه الثانيه، ولكن وسام ابو علي لعبها صريحه، بس بص لتشريح جسم الاثنين هتلاقيه تشريح جسمهم واحد، فعشان كده بقول لك ان ده هدف جميل جدا وهدف تاريخي وماراثوني لوسام ابو علي. وجينا بقى تحدثنا عن العنصر الرابع داخل مجريات اللقاء وهو محمد الشناوي اللي بيحتل ايضا 20% من اسباب الانتصار. تصدي اكتر من رائع من محمد الشناوي، بقالنا فتره بننتقد محمد الشناوي، جه الوقت اللي احنا نشيد بادائه لان اداؤه كان هايل جدا. عشان كده كولر صرح في المؤتمر الصحفي لما اتسال عن اداؤه كان تالقه، قال لك محمد الشناوي انا عندي حاليا افضل 2 حراس مرمى في مصر هو محمد الشناوي واوفا، فطبيعي جدا ان تصدياتهم تكون على طراز عالي ويكونوا على مستوى عالي. شابوه لمحمد الشناوي لان ريحنا من لقاء النهارده، لان لو كان دخل الهدف ده كان الموضوع اتصعب، في ظل ان الخصم اللي هو تحديدا نادي بيراميدز ونادي الزمالك اتعادلوا مع بعض وسهلوا لنا
الموضوع وقربونا حاليا لصداره الدوري ممتاز وتصدرنا الدوري، بس نتمنى ان شاء الله الفتره القادمه النادي الاهلي ينتصر في كل اللقاءات القادمه، ولقاء سيراميكا القادم ان شاء الله ونتخطى الدوري ده ونحصل على الدوري ال 44 في تاريخ المارد الاحمر. حلقتنا انتهت معاكم النهارده، بس اخبارنا ما بتنتهيش. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا، بحيث ان يوصل صوتنا لاكبر عدد من المشاهدين، ونعمل اشتراك في قناه اليوتيوب ومتابعه لصفحه الفيسبوك ومتابعه لصفحه التيك توك. شكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مشفاي.